بيبدأ فيلمنا بواحد اسمه جون، وبيكون قاعد بيحكي لحفيده بين قصة كنز اسمه كنز الكنوز، وبيقول لحفيده إن سر الكنز ده بيكون مع شخص واحد اسمه تشارلز، وده بيكون آخر شخص على قيد الحياة من ضمن 55 عضو اللي وقعوا على إعلان الاستقلال الأمريكي. وبيقول جون لحفيده إن تشارلز في آخر أيامه كانت حالته الصحية بقت متدهورة جدا، وتشارلز ده كان حاسس إنه هيموت قريب. فراح تشارلز الاسطبل بتاعه وصحى السايس من النوم، والسايس ده بيكون جد جون واسمه توماس. وساعتها تشارلز أمر توماس إنه يوديه البيت الأبيض عشان يقابل رئيس الولايات المتحدة في الوقت ده، وبيكون اسمه جاكسون. بس لما بيروح مش بيلاقيه، فراح تشارلز قايل سر الكنز ده لتوماس وقال له إنه في أمانته دلوقتي لأنه بيثق فيه جدا. وبيقول جون لحفيده إن الكنز ده كان كبير جدا وحارب عشانه ملوك وأمراء كتير، وكان كل ما حد يسيطر على الكنز ده كان بيكبر أكتر لأن كان بيتضاف ليه كنوز تانية. وبعد كده اختفى الكنز ده لآلاف السنين لحد ما لقيته مجموعة من الفرسان وحطت إيديها عليه، وعشان كده اتسموا وقتها فرسان الكنز. وراحوا خدوا الكنز من ممر سري تحت معبد الملك سليمان ونقلوه أوروبا. وبعد ما نقلوه بكام سنة بدأت الحرب البريطانية الأمريكية، وساعتها مجموعة الفرسان كانت بتضم 3 أشخاص ليهم نفوذ في الولايات المتحدة، من ضمنهم الأبوين المؤسسين لأمريكا جورج واشنطن وبنجامين فرانكلين، ومعاهم واحد من رواد الصناعة الأمريكية وكان اسمه بول ريفر. وكانوا هما ال3 حريصين جدا إن الكنز ده ما يقعش في إيد البريطانيين، وساعتها نقلوه من أوروبا للولايات المتحدة وحطوا للكنز ده خرايط. بس مع مرور الزمن الخرايط دي ضاعت وما تبقاش منها غير دليل واحد بس. وبيدي جون لحفيده ورقة مكتوب فيها السر في تشارلت، ودي بتكون سفينة غرقت زمان في المحيط. وبعد سنين بيكبر بين وحلم انه يلاقي الكنز ده كان بيكبر معاه. وفي يوم من الايام بيكون معاه صديقه وبيكون اسمه رايلي، وبيكون معاه واحد تاني اسمه ان، ومعاه راجل تاني ده بيكون دراعه اليمين وبيكون اسمه شو. وبيكونوا كلهم في منطقة القطب الشمالي المتجمدة، وبيكون معاهم جرافتين جليد، وبيروحوا كلهم منطقة معينة والمفروض ان سفينة تشارلت موجودة فيها. وبيطلعوا الأجهزة الكاشفة للمعادن وبيعملوا مسح للمكان اللي موجودين فيه، وبيلاقي بين السفينة اللي بيكون موجود فيها السر. فبينزلوا السفينة وبيدخلوا مخزن البضايع وبيفضلوا يدوروا على الكنز، بس مش بيلاقوا غير براميل فيها بارود. وبيشوف بين الهيكل العظمي لقبطان السفينة، وبيكون ماسك برميل معين وكأنه ماسكه عشان يحمي البرميل ده. فبياخد بين البرميل وبيفتحه وبيلاقي جواه علبة ملفوفة بقماشة، ولما بيفتح العلبة بيلاقي جواها بايب أبيض شكله مميز جدا. وبيفتح بين المبسم بتاع البايب فبيلاقي حوالين المبسم نقوش محفورة على شكل اسطواني، فبيضطر يعور صباعه عشان يستخدم الدم بتاعه كحبر، وبيملى المبسم كله بدم صباعه وبيطلع النقوش دي على الدفتر بتاعه. فبتظهر كلمات بتقول الأسطورة اتكتبت وهي غير مرئية، والمفتاح في السجون غير مكتشف، و55 في قلم حديد، والسيد ماتلوك لا يهان. وبيبدأ بين يحل الرموز وبيستنتج ان خريطة الكنز دي مرسومة بشكل غير مرئي، وانها مطبوعة على شيء ليه علاقة برقم 55. وبيفضل يفكر اكتر وبيستنتج من جملة السيد ماتلوك لا يهان بان السيد ماتلوك كان وقتها الكاتب الرسمي للكونجرس الامريكي، وبيستنتج من جملة 55 في قلم حديد هي وثيقة اعلان الاستقلال الامريكي، لان دي اللي وقعوا عليها 55 عضو بالاقلام بتاعتهم. فبيفهم بين وقتها ان خريطة الكنز دي مطبوعة على ظهر وثيقة اعلان الاستقلال. فإن راح قايل لبين ان هما ممكن يسرقوا الوثيقة دي لان ان مجرم ومش فارقة معاه حاجة. فبين بيرفض وبيختلفوا هما الاتنين، وشو بيطلع مسدس وبيهدد بين. راح بين مطلع شمعة اشتعال وبيهددهم هو كمان ان هو هيرميها على البارود وكده ممكن يموتوا كلهم. وبيقول بين لإن انه مش هيموته لانه هيحتاجه عشان يلاقي الكنز. فبيحدف بين عليهم شمعة الاشتعال وبيلحقها ان وبياخدها، بس الشعلة بتمسك في هدوم ان وبيخاف وبتقع من ايده على البارود والارض بتبتدي تولع. وبيضرب شو الرصاص على بين بس بيقدر يهرب منه. وبيخرج ان وشو قبل ما براميل البارود تنفجر، وبيقفلوا الباب على رايلي وبين، وبيخرجوا بره السفينة وبيركبوا جرافتين الجليد وبيمشوا. وفي نفس الوقت بينزل بين ورايلي مخبأ مدفون تحت سرداب السفينة، وبعدها بتنفجر السفينة كلها. وبيخرج بين ورايلي من السفينة بعد ما بقت رماد، وبيرجع بين ورايلي للولايات المتحدة تاني، وبيروحوا مكتب المباحث الفيدرالية عشان يبلغوا ان هيسرق وثيقة اعلان الاستقلال. بس مكتب المباحث الفيدرالي مش بيصدقهم، وبيقولوا لهم ان الوثيقة دي محمية بوسائل حماية متطورة جدا ومفيش حد يقدر يسرقها. فبيروح بين ورايلي للمتحف الوطني اللي موجود فيه الوثيقة، وبيدخلوا للدكتورة أباجيل، ودي بتكون موظفة مسؤولة في المتحف الوطني، وبيقول لها
لها بين إن اسمه بول ومش بيقدر يقول اسم عيلته عشان بيكون معروف بإن أجداده كلهم كانوا بيدوروا على الكنز ده. وبيقول لها بين إن في واحد عايز يسرق وثيقة إعلان الاستقلال عشان يوصل لخريطة موقع محتوياته تاريخية ومهمة جدا، ومش بيقول أي حاجة عن الكنز. وبيقول لها إنهم راحوا المكتب المباحث الفيدرالي وقالوا لهم على المعلومات دي بس ما صدقوش حاجة. وبيلاحظ بين إن أباجيل ذكية جدا وبتكون فاهمة إنه بيكلمها عن الكنز، وبيطلب بين من أباجيل إنهم بس يشوفوا ظهر الوثيقة عشان مطبوع عليها رموز مشفرة غير مرئية، والشفرة دي هتوصلهم للخريطة اللي عليها موقع الكنز. فبتسأل أباجيل بين هو عرف منين الموضوع ده، فبيحكي لها بين عن قطعة البايب الأثرية واللي عليها الشفرة، وبيقول لها إنه لقاها في سفينة تشارلوت. فبتسأله أباجيل عن البايب فبيقول لها إنه مش معاه دلوقتي. فبتضحك أباجيل عليه وبتقول له إنها شافت الوثيقة بنفسها قبل كده وإن مفيش أي حاجة موجودة على ظهرها زي ما بيقول. فبيقوم بين وبيسلم عليها ويمشي، وبينزل بين ورايلي لقاعة المتحف اللي موجود فيه الوثيقة، وبيفضل بين يبص عليها وبيقرر ساعتها إن هو اللي هيسرقها وإن هو هيقدر يحافظ عليها، لأن لو سرقها هيرميها عشان هو أهم حاجة عنده الكنز مش الوثيقة. فبعد ما بيسمع رايلي كلامه بياخده وبيوديه مكتبة الكونجرس، وبيحاول يشيل الفكرة من دماغه وبيهديه، وبيجيب له كتب بتوصف تكوين وأساسيات المتحف الوطني البنائية والأماكن كلها والمداخل والمخارج، وبيقول له عن أنظمة المراقبة والحماية والحراسة المشددة، وإن الوثيقة محفوظة في إطار متين محمي بزجاج سميك مضاد لطلقات الرصاص. فبيقول بين لرايلي إنه هيسرق الوثيقة لما تكون في غرفة الحفظ، وإن الغرفة دي اللي بيحفظوا فيها الأثريات القيمة وقت ما بتكون مش معروضة للعلن. وبيقول بين لرايلي إنه هيسرقها وقت الحفلة اللي هتكون نهاية الأسبوع واللي المتحف الوطني بنفسه هو اللي منظمها، وأكيد الحراس وقتها هيكونوا مشغولين مع الشخصيات المهمة اللي هتكون موجودة في الحفلة. وبيبدأ بين ورايلي يخططوا للمهمة، وبيقدر رايلي يخترق كاميرات المتحف عشان يقدر يساعد بين وهو جوه، وبيزور بين هوية مزيفة لحارس أمن انتحل شخصيته، وبيجيب عملة معدنية قديمة لأن بين كان لاحظ إن أباجيل كان ناقصها القطعة المعدنية دي عشان تكمل مجموعتها اللي محتفظة بيها في مكتبها. وبيبعت بين القطعة دي لأباجيل هدية لأن هو بيجمع النوادر طول عمره، لكن قبلها بيكون حاطط على العملة دي مادة فسفورية بتكون مش باينة للعين المجردة. وأباجيل أول ما بتشوف الهدية دي بتفرح جدا لأن القطعة دي بتكون هي اللي ناقصاها، وأول ما بتشوفها طبعا بتمسكها بإيديها. وفي نفس الوقت بيكون رايلي بيجرب تجربة تسخين ترمومتر عن طريق تسليط قلم ليزر عليه، فبتنجح تجربته. وبيدخل رايلي المتحف وبيسلط نفس الليزر على المعروضات اللي في المتحف من غير ما حد ما ياخد باله عشان المجسات الحرارية اللي بتحمي القطعة المعروضة دي تسخن فتدي تنبيه وإنذار، وفعلا ده اللي حصل. فبتنزل أباجيل عشان الإنذار اللي حصل ده غرفة الحفظ، وبتطمن على القطعة المحفوظة جواها واللي بيكون منهم وثيقة إعلان الاستقلال. وأباجيل لما بتيجي تدخل من باب غرفة الحفظ بتضطر إنها تكتب على الكيبورد عشان تكتب بالباسورد وتقدر تدخل الغرفة. في نفس الوقت ده بيكون إن ورجالته بيجهزوا نفسهم عشان يسرقوا الوثيقة هم كمان. وبنوصل لنهاية الأسبوع وبتبدأ الحفلة، وبيدخل بين وبيقابل أباجيل جوه بس بتكون متفاجئة من وجوده، وبياخد بين الكاس بتاع أباجيل بطريقة ذكية عشان ياخد من عليه بصماتها، وبيسيبها بهدوء وبيمشي عشان ما تشكش فيه. وبيدخل بين الحمام وبيكون معاه الكاس، وبيحط الكاس في كيس بلاستيك وبيطلع قطارة فيها المادة الفسفورية، وبيحط منها على حتة قطن وبيحطها جوه الكيس اللي فيه الكاس، وبيحط عليها مادة معينة كمان وبيقفل الكيس. فبتبدأ المواد تتفاعل جوه الكيس وبتوضح المادة الفسفورية بصمات أباجيل. وبيخرج بعدها الكاس من الكيس وبيلبس صباع مطاطي شفاف وبياخد البصمة بتاعتها. في نفس الوقت بيكون إن ورجالته قدروا يدخلوا المتحف بس عن طريق شبكات المية، وبيقطعوا لحام باب المدخل اللي بيوصل لجوه المتحف، وبيضرب شو الحارس اللي لقوه في طريقهم بطلقة مخدرة فبيقع، وبيسحبوه لحد باب مخصص للموظفين وبيفتحوا الباب ببصماته، وبيطلعوا على السلالم عشان يروحوا الدور التاني اللي فيه غرفة الحفظ، وبيبدأوا يفتحوا في أقفال الباب اللي موجودة في آخر السلم اللي طلعوه واللي هيدخلهم على الدور اللي فيه غرفة الحفظ. وقبل ما إن ورجالته يوصلوا بيكون بين راح عند الأسانسير وفتحوا ببصمات أباجيل، وبيدخل الأسانسير وبيطلع بيه للدور التاني بتوجيهات رايلي عشان يقدر يمشي في المتحف من غير ما حد ما يشوفه. وبيروح بين عند باب غرفة الحفظ وبيسحب الكيبورد وبيطلع كشاف وبينوره على الكيبورد، فبتظهر الحروف اللي هي كانت كاتباها وبيكون عددهم 9 حروف. وبيقدر بين يستنتج كلمة السر وبيدخل غرفة الحفظ وبيلاقي الوثيقة جوه الإطار الحامي ليها فبيفكها منه. وفي نفس الوقت إن بيكون قدر
قدر يخترق كاميرات المراقبة، فبيفقد رايلي الإشارة من عنده، وساعتها بيتورط بين لأنه مش هيقدر يخرج إلا بمساعدة رايلي، فبيضطر بين ياخد الإطار كله بالوثيقة، وبيتفاجئ بين لما بيخرج بإنه قدامه وبيكون معاه رجالته، فبيحاول بين يركب الأسانسير بس شون بيضرب عليه رصاص، فبيحط قدامه الإطار بتاع الوثيقة لأنه بيبقى عارف إنه ضد الرصاص، وبيكون باب الأسانسير فتح فبيدخل فيه وبينزل، وبيطلع الوثيقة من الإطار وبيلفها وبيحطها جوه حافظة بلاستيك، وبيخرج من الأسانسير عشان يخرج بره المتحف، وبتشوفه أباجيل وقتها وبتكون شاكة فيه وبتفضل تمشي وراه، بس بين بيمشي بسرعة عشان ما تشوفوش، وبيدخل مركز الهدايا اللي موجود في المتحف، وبتلاحظ البياعة ان هو شايل الوثيقة، وبتفكر ساعتها انها واحدة من اللي بتبيعهم، فبيضطر انه يحاسب عليها عشان ما تلاحظش حاجة، بس بين بيكتشف انه مش معاه فلوس، فبيضطر يشتريهم ساعتها بالفيزا، وبيخرج من المتحف وبيروح ناحية العربية واللي بيكون فيها رايلي، وبيفتح بين الصندوق اللي ورا في العربية وبيخبي الوثيقة الأصلية جواه، وبتخرج أباجيل وراه وبيشوفها بين وبيقرب منها وبتكون في إيده الوثيقة، وبتكون دي الوثيقة المزيفة، ولما بتسأله أباجيل عليها بيقول لها إنه تذكار اشتراه من محل الهدايا اللي جوه، بس في نفس الوقت بيرن جرس إنذار المتحف لأن في حارس أمن بلغ إنه اكتشف باب مكسور جوه شبكة المية، وده المكان اللي بيكون دخل منه إنه رجالته، فبيدي مدير المتحف أوامر بإغلاق أبواب المتحف، وهنا أباجيل بتتأكد إن بين سرق الوثيقة، فبتروح شادة الوثيقة منه فبيسيبها لها لأنها بتكون مش أصلية، وفي نفس الوقت بيكون إن خارج من مخرج أرضي تاني للمتحف، وبتكون أباجيل داخلة المتحف وفي إيديها الوثيقة، وإن بيكون عايز ياخدها منها، ولما بترفض بيضطر يخطفها ويركبها عربيته، وبيشوف بين كل اللي حصل، فبيقول لرايلي يجري وراهم بالعربية، بس بين ورايلي بيقرروا طردوهم في الشوارع، وبتجري عربية الشرطة ورا العربيتين، وبيقدر رايلي يلحقهم وبينقذ بين أباجيل، فبتضطر تسيب الوثيقة لإن، ولما بيفتحها إن بيكتشف إنها وثيقة مزيفة فبيتعصب جدا، وبيوصل الفيدراليين المتحف عشان يحققوا في السرقة، وبيكون العميل بيتر هو المسؤول عن التحقيق، وبيطلب بيتر من المساعدين اللي معاه إنهم يجمعوا هويات الناس اللي كانت موجودة في المتحف، فبيقول له المساعد بتاعه إنه من كام يوم جه واحد للمكتب الفيدرالي وقال لهم إن في شخص بيحاول يسرق الوثيقة بس هم ما اهتموش، فبيتضايق بيتر وبيقول لهم إنهم كانوا لازم يهتموا بالبلاغ ده وما كانش كل ده هيحصل، وبتبدأ الشرطة تحقق في الموضوع وبيشوفوا كاميرات المتحف، وبيلاحظوا بين على الكاميرا وهو موجود في مركز الهدايا، والبياعة قالت لهم إن هو كان هيسرق نسخة مش أصلية من الوثيقة التذكارية وخلته يدفع تمنها بالفيزا، وبيعرف بيتر إن أباجيل سألت عن اسم بين في قائمة المدعوين للحفلة لأن هي كانت شاكة فيه من الأول، فقالوا لها إن اسم بول براون مش موجود في قائمة المدعوين للحفلة، وإن ده الاسم المزيف اللي بين كان قايله لها، بس بيعرفوا بيانات بين الحقيقية عن طريق رقم الفيزا بتاعته، وبتروح الشرطة على بيته على طول عشان يقبضوا عليه بس مش بيلاقوه، وفي نفس الوقت في العربية بتعرف أباجيل اسمه الحقيقي، بس بين بيأكد لها إن الكنز ده مش أسطورة وإن الكنز ده حقيقة ولازم يوصلوا له، وبكده بيكون قدر بين يحل العبارة الأولى من الشفرة واللي بتقول إن الأسطورة اتكتبت وهي غير مرئية، وبيكون بين استنتج العبارة التانية من الشفرة واللي بتقول المفتاح في السجون غير مكتشف، وإن في ربط ما بين العبارة دي ورسائل سايلنس، ودي الرسائل ال14 اللي كتبهم بنجامين فرانكلين لما كان عمره 15 سنة، وكان متخذ لنفسه وقتها اسم سايلنس ومنتحل شخصية ست أرملة، وكان فرانكلين بيدي الرسائل دي لأخوه اللي كان بينزلهم باسمه في الصحيفة اللي كان بيشتغل فيها، وبيكون بين واثق إن باتريك أبوه لسه محتفظ بالرسائل دي، فبيقرر بين يروح له على البيت، وفي نفس الوقت بيكون إن كمان عرف سر العبارة التانية وبحث عنها وعرف إن معناها رسائل سايلنس، وبتكون الشرطة والفيدراليين وصلوا بيت بين وفتشوه وعرفوا عنه معلومات كتيرة، وعرفوا إن بين بيدور على كنز الكنوز، وبيقرروا يدوروا على بين عند قرايبه وأصدقائه، وبيوصل بين وأباجيل ورايلي بيت باتريك، وبيطلب بين من باتريك رسائل سايلنس، فابوه بيتعصب لأن هو لسه مصدق كلام الأسطورة دي، وبيلومه إن هو هيضيع ناس تانية معاه، فبيقول له بين إن هو دور على سفينة تشارلوت ولقاها ولقى جواها الشفرة، وإنه بيحاول يوصل للكنز عشان كده هو محتاج رسائل سايلنس، فبيستهزأ بيه باتريك وبيقول له إنه في الآخر هيلاقي دليل جديد زي ما حصل معاه، وفي الآخر مش هيقدر يلاقي الكنز، وبتوافق أباجيل على كلام باتريك، وبتقول لبين إنه هيفضل ماشي ورا أدلة وفي الآخر مش هيلاقي كنز ولا حاجة، بس بين بيكون مصدق إن الكنز موجود وهيلاقيه، وبيقرر بين إن أول حاجة هيعملها إنه هيكشف الخريطة اللي مطبوعة في ظهر الوثيقة، فبيجيب ليمون كتير وبيشربوا بيه الوثيقة بحرص من ظهرها، وبيستخدموا حرارة الاستشوار على ظهر الوثيقة، فبتبدأ الرموز إنها تبان فعلا، وبين بينقل الرموز دي على ورقة، وبتكون عبارة عن أعمدة أرقام، وبيكون كل عمود بيحتوي على 3
أرقام منفصلة، فبيفهم بين إن كل عمود عبارة عن رقم للصفحة ورقم للكلمة اللي جوه الرسائل ال14، وإن الأرقام دي لو فكوها بكلمات من الرسايل هيطلعوا بالشفرة بتاعتها. فبيسأل بين باتريك عن مكان الرسايل دي، وبيقول له باتريك إن هو اتبرع بيها لمعهد فرانكلين اللي موجود في ولاية فيلادلفيا. فبيقرر ساعتها بين إن هو يروح هناك، بس قبل ما يسيب البيت بيربط باباه على الكرسي وبياخد عربية من الجراج، وكأنه هو اللي عمل كده عشان ما يخليش على باتريك أي مسؤولية إنه تعاون معاه. وبيروح بين مع أباجيل ورايلي معهد فرانكلين، وبيوصل الفيدراليين بيت باتريك عشان يدوروا على بين، فبيلاقوه مربوط وبيعرفوا منه إن بين هو اللي عمل كده، بس باتريك مش بيرضى يقول لهم هم راحوا فين دلوقتي. وفي الوقت ده بيوصل بين ورايلي وأباجيل على المعهد، وبتكون رسائل سايلنس معروضة قدامهم، وبيجيب رايلي ولد صغير وبيديله فلوس عشان يدخل المعهد ويختار الكلمات المتطابقة مع الأرقام عشان يكونوا جملة مفيدة مستمدة من الرسائل وتبقى شفرة جديدة لدليل جديد. فبيخرج الولد وبيدي رايلي الكلمات، فبيطلب منه رايلي انه يدخل تاني يجيب اخر كلمة في العبارة. وفي نفس الوقت بيكون ان في المعهد وبيبص على الرسائل، وبيلاحظ ان الولد ده بيدخل ويطلع كتير، فبيشك فيه وبيخرج وراه، وبيكون رايلي مستني الولد بره عشان ناقصه اخر كلمة من الشفرة. وقبل ما الولد يعدي الشارع بيكون في باص جه وقف ما بينه وما بين رايلي، فبيبص رايلي على الباص وبيلاحظ وجود اعلان عليه لجرس الحرية، وبيكون محفور عليه عبارة الشفرة اللي بيدوروا عليها. ولما بيشوفها بيقدر يجيب الكلمة الأخيرة، وبيركب رايلي الباص قبل ما الولد يجيله. ولما بيخرج إن بيلاقي الولد واقف لوحده، بس برضه بيفضل شاكك في الموضوع، وبيروح للولد وبيديله فلوس وبيقوله على كل حاجة، وبيديله الورقة اللي فيها آخر كلمة. فبيدور إن على الكلمة دي على النت، وبيطلع له جرس الحرية بالعبارة الكاملة. فبيروح إن على المكان اللي فيه الجرس، وفي نفس الوقت بيوصل رايلي لمحل ملابس، وبيكون بين وأباجيل مستنيينه جوه لأنهم بيكونوا بيشتروا هدوم. وبيوري رايلي الشفرة لبين، وبيستنتج بين إن هي تقصد الدليل الجديد اللي هيكون فوق حائط مغطيه ظل جرس الكنيسة، وإن توقيت الظل ده هيكون الساعة 2:22. بس لما بيشوفوا الساعة بيلاقوها 3، وبيقولوا إن خلاص اليوم راح. بس رايلي بيقول لهم إن زمان التوقيت كان ناقص ساعة، فبيفرحوا لأن معنى الكلام ده إن الساعة دلوقتي هتكون 2، يعني لسه قدامهم 22. فبيروحوا على هناك. وفي نفس الوقت إن بيكون مفكر إن المكان عند الجرس، فبيروح عند الجرس وبيشوف عليه العبارة اللي طلعت له في الرسايل، وبيكتشف ان الجرس اتغير وبقى ديكور، وان الشفرة كانت تقصد الجرس التاني اللي كان عند برج الكنيسة. فبيروح إن على المكان ده بسرعة. وفي نفس الوقت رايلي وبين وأباجيل طلعوا عند برج الكنيسة، وفضلوا يستنوا الساعة توصل ل 2:22. وبيلاحظ بين وأباجيل ظل منعكس على مبنى مجاور ليها، فبيقرر بين انه ينزل ويشوف المكان ده، وبيقول لرايلي وأباجيل انهم يستنوه في غرفة التوقيع اللي في قاعة الاستقلال. وبيروح بين ناحية الحائط اللي انعكس عليه الظل، وبيحفر بين حواليه وبيخرج الحجر، وبيلاقي حواليه نضارة متعددة العدسات، فبياخدها وبيمشي. وبيرجع بين تاني لغرفة التوقيع لرايلي وأباجيل، فبيطلع الوثيقة وبيلبس النضارة، وبيشوف على ظهر الوثيقة رمز مكتوب فيه هنا في الحائط. وفي نفس الوقت بيطلع إن برج الكنيسة وملقاش حاجة، فبيشوف بين إن رجالة إن محاصرين المكان، وبيقرروا ساعتها إنهم يتفرقوا عن بعض، وكل واحد فيهم بياخد معاه حاجة. فبتاخد أباجيل الوثيقة وبياخد بين النضارة، وبيخرجوا بره. فبيلاحظوهم وبيجري ناس ورا بين وناس ورا أباجيل ورايلي، وبتقع أباجيل وبتقع منها الوثيقة على الأرض وبياخدها إن. وبعدها بتهرب أباجيل ورايلي قبل ما رجالة إن يمسكوهم، وبيقدر بين كمان يهرب من رجالة إن. وساعتها بيتصل على رايلي وأباجيل عشان يطمن عليهم، وبيعرف منهم إن الوثيقة أخدها إن، فبيقول لهم انهم يتقابلوا عند العربية. وفي نفس الوقت بيكون الفيدراليين عرفوا مكان بين وبيقبضوا عليه، فبيهرب رايلي وأباجيل منهم عشان ما يمسكوهمش. ولما بيحقق بيتر مع بين بيقول له انه قدامه اختيارين، الاول انه يدخل السجن، والتاني انه يقول لهم على مكان الوثيقة، بس برضه هيروح السجن بس هتكون المدة اقل. وبين وقتها بيكون عايز حل ما يدخلوش السجن اصلا. واثناء التحقيق بيرن تليفون بين، ولما بيرد عليه بيكون ان هو اللي بيتصل، وبيكون كل المكتب سمع المكالمة، وبيطلب إن من بين إنه يقابله بكرة الساعة 10 فوق مدرج الطيران اللي موجود في نيويورك. وبيقول له إن لو الفيدراليين عايزين الوثيقة ترجع سليمة فلازم يسيبوك تيجي لوحدك. وكلهم بيكونوا سامعين الكلام ده. والصبح بيروح بين للمكان اللي إن قاله عليه، وبيكون الفيدراليين مراقبينه ورجالة إن مراقبينه هم كمان. وبيظهر واحد من رجالة إن وبيشوش على الاتصال بين الفيدراليين وبين عشان شو يجي ويقول له روح لآخر المدرج وهو هيعرف وقتها هيعمل إيه. فبيروح بين لآخر المدرج وبينط في المية، وبيكون في حد من رجالة إن مستنيه في المية وبيهربوا من الشرطة.
وبعدين بيركبوا بين عربية، وبيقول بين لشو انه يتصل على اباجيل من تليفونه عشان يطمن عليها، فبيتصل شو بيها وبيكلمها بين وبيطمن عليها هي ورايلي. وبعد ما بيطمن عليها هي ورايلي بيكون رايلي قدر يرصد مكانهم عن طريق الجي بي اس، وبيسأله إن عن آخر دليل لقاه، فبيقول له بين إن هو لقى على ظهر الخريطة عبارة بتقول هنا في الحائط، بس إن بيكون حاسس إنه بيضحك عليه، فبيوري إن لبين باتريك أبوه وهو متكتف في العربية وبيهدده بيه، وساعتها بين بيقول لإن إنهم لازم يدخلوا كنيسة الثالوث وإن الكنز موجود هناك، فبيقول له إن يجيب أباجيل ورايلي عشان يدخلوا معاهم مع باتريك أبوه، وبيتجمعوا كلهم وبيدخلوا كنيسة الثالوث وبيطلعوا الوثيقة، وبيلبس بين النضارة وبيحرك باقي العدسات اللي ما استخدمهاش أول مرة، فبيظهر لبين دليل جديد وبيستنتج منه إنه كان شارع تحت الكنيسة، وبينزلوا السرداب بتاع الكنيسة وبيشوفوا لوح صخري على الحيطة محفور عليه الكلمة اللي هو لقاها، فبيكسروا اللوح ده وبيلاقوا تابوت وبيكون جواه هيكل عظمي، وبيشوفوا وراه نفق مظلم، فبيدخلوا كلهم النفق ده وبيفضلوا يزحفوا لحد ما بيوصلوا قدام حفرة كبيرة، وحوالين الحفرة دي سلالم خشب متآكلة وبيفضلوا يمشوا عليها بالراحة، بس شو بتتكسر السلالم اللي تحته وبيقع في الحفرة، وبتبدأ بقية السلالم تتكسر هي كمان، فبينط إين والراجل اللي فاضل معاه وباتريك على مصعد يدوي في نص الحفرة، وبتكون أباجيل هتقع بس بين بيقدر ينقذها، وبيقدر كمان يلحق الوثيقة وبينط بعد كده على المصعد معاهم، وبينزلوا المكان عميق وبيدخلوا جوه أوضة فاضية، وبين بيقول إن دي نهاية الطريق ومفيش دليل تاني، بس إن بيكون مش مصدقه وبيركب هو والراجل اللي معاه المصعد، وبيكون عايز يسيبهم لحد ما يموتوا، بس باتريك وبين بيكونوا عاملين خطة ومتفقين عليها، وهي إن باتريك يعترف لإن مكان الكنز موجود في الكنيسة الشمالية القديمة في بوسطن، فبيقرر إن يروح على هناك بسرعة، وبعدها بيدخلوا هما الأربعة جوه الأوضة اللي كانوا فيها وبيبدأوا يدوروا على دليل جديد، وبيلاقي بين رسمة العين الماسونية على الحيطة وبيكون جنبها زرار فبيدوس عليه وبيتفتح باب لأوضة تانية أوسع، بس بيكون واضح إن كان فيها كنز واتسرق لأنها بتكون متبهدلة، فبيحسوا إن بعد كل ده ما وصلوش للكنز برضه، بس إحساس بين بيقوله إن هو ماشي صح، وبيلاحظ بين على الحيطة قفل محفور عليه شكل قطعة البايب اللي هو لقاها في سفينة تشارلوت، فبيطلع البايب من جيبه وبيحطه في المكان المحفور، وبيتفتح باب كبير وبيلاقوا الكنز قدامهم، وبكده بيكونوا قدروا يوصلوا للكنز، وغرفة الكنز كمان بيكون فيها مخرج تاني فبيقدروا يخرجوا كلهم، وبكده بيخلص فيلمنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك لو الفيلم عجبك، وللناس اللي وصلت لآخر الفيديو عايزكم تكتبوا في الكومنتات الإيموجي ده، ولو مش عامل اشتراك في القناة ما تنساش تشترك وتستنانا في الحلقة الجاية. سلام.